عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرا، لا تيأس فالخير بنا فطرا. سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم بغيت نشارك معكم طاولة متنوعة اللي نعملوها لضيوفنا اللي يجوا عندنا في العشية لشرب القهوة، او كما حنا نقولوا لها في المنطقة تاعنا مضلة تاع العشية. كل منطقة وكيفاش يقولوا لها. كتبوا لي في خانة التعاليق نتوما كيفاش تسموها. الهدف من هذا الفيديو هو اني بغيت نشارك معكم بعض الافكار هي كيفاش نخرجوا من بات واحدة عدة انواع من الحلويات. سبق لي وشاركت معكم من جينواز واحده نخرجوا منها 3 اشياء. اليوم ان شاء الله من بات صابلي انا غادي نخرجوا 3 حلويات، ومن لا كريم تاعها اللي نزينوا بها انا غادي نخرجوا ايضا تحليه، وتكون الطاوله تاعي شابه وراقيه كما راكم تشوفوا. خرجنا الصابلي، خرجنا الطاختلات تاع اللوز اموندين والطرطه هذه، ودرنا ايضا لي صالي، ودرنا الجو، ودرنا التحليه، وكانت الطاوله تاعي متنوعه. لذلك بقاي معايا وتابعي الفيديو للاخير، راكي غادي تشوفي ان في مده وجيزه غادي نديرو كاع هاد الصوالح. نبداو بالصلاه على الحبيب، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نحتاج في الوصفه تاعنا العاديه الى الصابلي 250 غرام من الزبده بحراره المطبخ، وندير عليها رشه تاع ملح وملعقه صغيره من الفانيليا. تنجمي تستعملي الفانيليا السائله الا كانت عندك، ولا انا كما راكم تشوفون نغامولي مليح هذيك الزبده تاعي جيدا كما مدارين نديروها. لهنا انا كنت مقلقه لاني بديت نخدم مور العشاء. ضفت 2 حبات بيض وزدت عليهم 160 غرام من السكر. نكتب لكم كاع المقادير في صندوق الوصف تصيبوهم، ونخلط الكل جيدا. نتيا ديري الزبده مع السكر غاموليها جيدا، ومن بعد بداي تضيفي في البيض تاعك. انا ضفت دا على دا لاخاطش ما كانش عندي بزاف الوقت. ومن بعد نبدا نضيف بشويه بشويه الفرينه. بالنسبه لمقدار الفرينه نتيا وما تتلملك العجينه، حاولي انك ما تعجنيهاش غير بالاصابع باش تجيك هشيشه وشابه، حتى نتحصلوا على عجينه طريه ومتماسكه. لنا نوضعوها في الفيلم الغذائي ونخليها ترتاح في الثلاجه لمده 4 ساعه او نصف ساعه. هنا بعد العجينه مرتاحت لي 15 دقيقه في الثلاجه، على الاقل ربع ساعه. خديت كميه من هذيك العجينه، كميه ماشي كاع كلها، وحاولت اني نبسطها بهذا الشكل بالمساعده بهذاك الكيس تاع الثلاجه. ولا انا حبيتها على الشكل قلب. خديت هذاك المول تاعي وضعتها فوقه ووليتها كانت راسي. هذه الكيكه يسموها كيكه الارقام او الارقام او الحروف. هي يعملوها غالبا في اعياد الميلاد. لا كنتي بغيت تعمليها لعيد ميلاد، طبعي هذاك الحرف الاول من الاسم تاعك وفي ورقه وحطيها هكا فوق لاباط وبداي هكا تطراسي عليها تتقلعيها. ولا ايضا لو شيف باغ اكزومبل مانيش عارفه 15 عام، طبعي الرقم الاول 1 و5. وايضا تنجمي تستعمليها بلا جينواز. انا اليوم اختاريت هذه لاباط صابلي لاني باغيه ندير معاها 2 انواع من العجينه المتبقيه. كما راكم تشوفوا تراسيتها. لهنا نقلع لها القلب تاعها او اللب تاعها، ونوضعها في الفرن اللي يكون مسخن 180 درجه حتى طيب لنا. ندير 2 من هادو لاني انا غادي ندير وحده فوق اختها. ولهنا نمروا الى الحلوى الثانيه اللي غادي نديرها في هذا المول بوب كيك، لاني راني باغيه الطارتلات يكونوا صغار ما يكونوش كبار بزاف. اللي هي اموندين تجي
الداخل باللوز. طبعت هكا بالطوابع اللي يكونوا كبار على هذاك المول تاعي. اذا ما كانش عندك المول فيك تستعملي لي طارتولات عاديين، شوفي غير المول يكون شويه صغير. وايضا اذا كانوا عندك الدياس بزاف ضاعفي هذه الكميه تاع لاباط، ديريها الضعف. لا بغيتي طورطه شويه كبيره على تاعي ولا بغيتي تانيك الصابلي يجيك بالزياده، غير هذوك المقادير تاعي وزيدي ضاعفي عليهم. لهنا بالاستعانه بالفرينه باش ما تغبنكش وضعتهم كيما هكا. انا نكمل كاع هذه الكميه. ولا هنا كما راكم تشوفوا نروحوا باش نحضروا كريمه اللوز اللي راني غادي نحتاج فيها الى 60 غرام من الزبده بحراره الغرفه. كما لهنا حنا كنت دايره حتى المدفاه ولات لي غايه طريه. ونزيد عليها 60 غرام من السكر العادي ونخلطها هكا جيدا حتى نشوف ان داك السكر منسجم مع الزبده تاعي. هذه الكريمه تجي بنينه بزاف. ومن بعد نضيف عليها ملعقه من الفانيليا ونزيد عليها حبه تاع بيض ونخلط الكل جيدا. فيك تزيدي ايضا قشور الليمون يضيف لها واحد الجو شباب بزاف. ومن الاحسن ان الحبه تاع البيض تاعنا تكون كبيره ما تكونش نص صغيره. ونزيد عليها 80 غرام من اللوز اللي يكون مرحي وملعقه كبيره من الفرينه ونخلط هكا الكل جيدا حتى نتحصل على خليط هكا منسجم. هذه هي الكريمه تاعي اللي راني غاديه نستعملها. لهنا انا بعد ما كملت لاباط رشختها هكا بشويه تاع بيكيتها هكا بالشوكه تاعي. وانا دائما هادو لي بات نديرهم في الفور لمده 5 دقائق. انا هكا متعوده نديرها هكا 5 دقائق قد ما هذيك لاباط تقدر بروحها. ومن بعد خرجتها ماشي قد ما طيب غير هكا شويه تقدر بروحها. خرجتها وبديت هكا بالملعقه نوضع في الوسط تاعها هذيك الكريمه تاعي. وللتزيين استعملت شرائح اللوز ما يكونوش محمصين عادي لانهم ما غادي يدخلوا للفرن تاعنا وراه غادي يتحمروا لداخل. نبدا هكا ناخذ كميه ونبدا هكا نضغط عليها بحيث اني نلصقها مع هذيك الكريمه تاعي باش ما طيرليش. والفرن يكون مسخن 180 درجه. ندخل لي طارتولات تاعي يطيبوا ومن يطيبوا ما نقلبهمش، خليهم حتى يبردوا. مام الكيكه تاعك ما تقلبيهاش، خليها حتى تبرد لان اذا قلبتيها كانت حاميه راهي غادي تتهرس لك. من تبرد فيكي تستعمليها. هادو بعد ما طابوا شوفوا كي راهم غاديين ياخذوا اللون هذاك الذهبي والقوام تاعها شوفي كي تكون طريه هكا. ولا بات صابلي راكم عارفينها كيفاش تجي هشيشه وبنينه. لهنا خديت درت ملعقتين من العسل ودرت شويه تاع كونفيتور خلطتهم الكل مع بعض. وراني غادي نديرهم فوق هذوك الطورطات تاعي الصغار باش يعطوهم هذاك اللمعان. نتيا الا كانت عندك لا جولي ديريها نفس الشيء ونديرها غير بشويه بحيث اني ما نطيرش هذوك لي زامون تاعي. تعطيه هكا شكل شباب هكا يلمع. ومن بعد قم التزيين هذا اختياري فيك ديريه فيك ما ديريش. لهنا خديت سكر غلاس وخديت هذه الوريده وبديت هكا نغربل فوقها هكا سكر غلاس باش تعطي هذاك الشكل الجميل. بالنسبه للاباط هذه هي الكميه اللي عطاتها لي. كما قلت لك تنجمي تضعفي العبار باش تعطيك لا بغيتي كميه اكثر من هذه. هذا هو الشكل اللي عطاته لي صراحه يجي روعه في الشكل والمذاق. ولنا نمروا الى الحلوى الثالثه اللي راني غادي نديرها هو الصابلي تاعنا العادي. اختاريت هادو ليمون فيكي تختاري اي طابع انتي تحبيه. كما راكم تشوفوا اقتصدنا في المواد وايضا ربحنا من الوقت
والطاوله تاعنا كانت شابه وجد راقيه. هذه هي الفكره اللي راني باغيه نوصلها لكم. لهنا بعد ما طاب الصابلي تاعي ديت هذا المربى، وبديت راكم عارفين هذو المراحل اللي حنا نديروهم. لهنا انا حبست وخليت الغدوه من داك اللي درت الكريمه، لان كان الليل وباش نجبد الباتور يدير الحس. ولكن انت فيكي ديريها في صبحه لما كان عندك الصباح ما ديري والو، الحشيه جايينك الضيوف في صبحه تقدي ديري كاع هاد الاشياء ما ياخذوش منك الوقت. لهنا في الصباح خديت بغيت ندير الكريمه هي الاولى، لان نقلها تقعد عده ساعات باش تجينا شابه. خديت لا ماسكاربون تاعي 250 غرام من لا ماسكاربون، وكانت عندي تانيك شويه قد 8 معالق تاني كانوا باقيين لي ماسكاربون، زدتها لها تكون هكا بارده، ونبقى هكا نطلع فيها بالباتور. ومن نحس انها طلعت لي نبدا نزيد غير بشويه بشويه في السكر غلاس اللي هو المقدار تاعه 80 غرام من السكر غلاس، ونبقى هكا نضيف ملعقه مرقه، وفي نفس الوقت راني نضرب. ولنا كريمة الخفق ديت 40 سنتيلتر، هي زوج بوابس كيما هكا، اللي تكون ايضا تكون بارده مليح، ولا فوي تاني تكون تاعنا بارده. ونبدا هكا نطلع بها. بالنسبه للبنات اللي ما يتحصلوش على هذه الكريمه فيكي تستعملي لا شونتيي تاعك عادي، الا وانك ما تضيفيش عليها السكر، ديريها ناتور لاخاطش الماسكاربون انا دايرين فيها كاع السكر اللازم لهذه الكريمه. لنا الحيله اللي نستعملها هي اني ناخذ كيس هكا نحله باش ما تطيرش هذيك لا كريم بارتو توسخ لك الدنيا، وقعدي هكا طلعي فيها. هذه الكريمه ايضا فيكي ضعفي المقادير، الا كنتي باغيه التحليه زايده ضعفي هذو المقادير اللي عطيتهم لك. هذه بعد ما طلعت لي وراهي جاهزه، نبدا نضيف عليها على الماسكاربون تاعي. ناخذ الثلث الاول ونبدا هكا من الاعلى الى الاسفل بلا ما نكسرها. هذه الكريمه تجي رائعه، تنجمي تزيني فيها اي طرطه انت حبتها. وايضا تحليات تانيك تيراميسو هذه تنجمي تستعمليها، وانتيا تلعبي على النكهات، فيك تضيفي نكهه الشوكولا او الفخاز اللي راكي حباته. بالنسبه للعطر هذه درناها لافاني، ما قلت لكمش تضيفوا عليها نكهه الفانيليا. ونبدا هكا ندير بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الكميات على شانتيي. بعد ما كملتها خديت هذاك الصابلي تاعي وندير هكا نقاط من الاسفل باش ترتب ما تصغدليش. هذه الطرطه اللي راهي على مود تسيبوها في كل مكان، في الفيسبوك، في الانستغرام، في اليوتيوب. كاع الناس راهي مهووسه بهذه الطرطه، ومن تشوفيها تحس بها حاجه كبيره، اما انك من تخدميها ففي بضع دقائق تكوني كملتيها. نبدا هكا درت الكريمه تاعي في الكيس تاعي، وبديت هكا نخدم فيها نعمرها كاع كامل. ومن نخلوها داك الصابلي تاعها راه غادي يشرب ديك الكريمه تاعها ويجي لذيذ بزاف. لهنا بعد ما كملتها ضفت الطبقه الثانيه وعملت نفس الشيء حتى نكملها كاع. وبالنسبه للتزيين يكون لك اختياري، فيكي تزينيها كيما انت تحبي وبالاشياء اللي متوفره عندك في البيت. نعمر كاع دوك الفراغات، وكانت هذه هي.
النتيجة الأخيرة تاعها. هنا كانوا عندي لي ماكارون هكا زينتها بيهم. كانت فصل تاع لي فريز، ايضا لي فريز يجو متناسقين مع هذه الكيكه، فرومبواز اي حاجه تكون متوفره عندك. هادو انا صنعت لا جولي تاع فرومبواز، قد سبق ليا وشاركتها معكم في الباناكوتا. النفس اللي صنعتها في الباناكوتا صنعتها هنايا ودرتها في القالب تاع القلوب هكا باش تعطي، باش نقعدو محافظه على نفس لو تيم. وضعتهم هكا بشكل عشوائي. وكانت هذه هي الطورطه تاعي. فيك تزيدي عليها الورود، لكن الاختيار اللي انت راكي حباتها. انا هادو الورود اللي درتهم هما ارتيفيسيال، غسلتهم نشفتهم ايا وزوقت بهم هكا. فيك ديري تانيك الورد الطبيعي ديروها فيهم. من الاسفل ديري له الفيلم الغذائي ايا وحطيهم هكا كي زواق زعما هكا، باش كي تشوفيها هكا تبان لك حاجه اوريجينال. وكانت هذه هي الطورطه تاعي اللي قدمتها. وثلاث وصفات كلهم بالصابلي، ولكن الذوق تاعهم يختلف. كل وحده ما تحسيش انك راكي تاكلي في صابلي واحد، لان كل وحده والذوق تاعها يختلف. هذه بالكريمه تختلف على تاع اللوز، وتاع اللوز تختلف على تاع الكونفيتور. نتمنى ان هذو الوصفات فادوكم، وكما راكم تشوفوا كل شيء سهل ماهل، تحضر في بضع دقائق. ولنا بالكريمه المتبقيه راني غادي نحضر تحليه. التحليه تاعي ما صنعتني بسكوي ني والو، غير الكاطو اللي كان عندي متوفر في الدار. لهنا كان عندي كوكيس بالبيبيت وشوكولا، فتتها هكا بيديا ووضعتها في قاع الكؤوس كيما هكا. نوضع هكا كميه قد مغرف هكا صغيره، وهذا يضيف له واحد لوغو زعما جا شباب بزاف عجبهم. انا خديت هذيك الكريمه تاعي تاع اللي خدمت بها الطورطه، ووضعت هكا شويه في كل كوب. هذيك الكريمه درت لي الطورطه ودرت لي 5 كوب من هذه التحليه. لان نحاول اني نسقمها هكا بالملعقه، ونعاود نزيد عليها شويه من هذاك الكاطو تاعي. لبقالك ايضا صابلي فيكي هكا تنكهيه بشويه كاكاو هكا وتفتيه هكا. لبقالك انا لهنا ما بقاليش صابلي، لذلك استعملت هذا الكاطو. لهنا خديت هذيك الكريمه تاعي وذوبت عليها الشوكولا السوداء وخلطتها مع هذيك الكريمه حتى تحصلت على هذه بنكهه الشوكولا. بالنسبه للشوكولا انت لك الاختيار، تبغيها قاطعه تبغيها كيما هكا، الكميه اللي انت راكي حبتها واللي متواجده عندك في البيت زيديها على ديك الكريمه. فيكي ايضا ديريها بنكهه الفريز، ديري ليكستري تاع الفريز وديري الكولورون هكا هكا روز وديريها بهذا الشكل. كانت هذه هي التحليه تاعي. زدت وقتها هكا شويه من الفوق لاخاطش بقى لي هذا الكاطو.
وهذيك الشوكولا اللي ذوبتها بقات لي ايضا شويه، درتها هكا دي زيكزاك هكا مدورين، وراني غادي نزوق بها الكؤوب تاوعي. كانت هذه هي التحلية في الأخير. ولا انا كما راكم تشوفوا رحت جبت الضيفه تاعي لان هي كبيره في العمر وايضا تسكن بعيده عليا بواحد 20 دقيقه هكا، ما تقدش تجي وحدها. بعد ما جبتها قعدت شويه معها وراني نحضر في القهوه، وفي نفس الوقت راني ندير في هادو المملحات تاوعي لانهم كما قلت لكم ما يطلبوش بزاف الوقت. درت الحاجه اللي سهله بالخف. انا خديت البان دومي تاعي، خديت 6 قطع وحاولت اني نحلهم هكا بالحلال، وضعت فوقهم هكا المايونيز بالخف هكا، راني غادي نطليهم. هادو تاع بالخف المملحات اللي يتحضروا في 5 دقائق. انا خديت هكا الشاركوتري تاعي، حاولت اني هكا نقطعها على شكل مربعات. هادو هما اللي كانوا باغيين لي 3 قطع مش بزاف. حاولت هكا نفرشهم بهذا الشكل. ولهنا شويه هكا سلطه نفرشوها ايضا. ومن تحت ديري الفيلم الغذائي باش يساعدك باش من تلويها. لهنا نضيف هذاك الفرomاج تاع الساندويتش تاعي ونحاول اني نلويها بهذا الشكل، وفي نفس الوقت اني نضغط ونزير. لهنا نوضعها في الثلاجه في المجمد هكا تكذب روحها مليح، ومن بعد نقطعها. لهنا نمر الى الثانيه. طيبت هذيك الفيونداشي تاعي وخديت هذاك البان دومي، قطعتها على شكل دوائر تكون شويه كبيره، وضعتها في المول تاعي كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. ومن بعد وضعت عليه هذاك الفيونداشي، ولهنا ديت لا كريم ليكيد ودرت هكا شويه فوقها ونفرشها هكا بهذا الشكل. هذه لا كريم ليكيد تعطيها ذوق شباب. ومن بعد بالفرomاج رابي درتها هكا فوقها وضعتها للفرن مسخن 180 درجه. سي لهنا بالخف يقدم هذاك الفرomاج يذوب لنا. ومن بعد من كملت وضعت الطابله تاعي، جبت هذاك الرولي تاع البان دومي وقطعته بهذا الشكل. ما قلت لكمش على الضيفه تاعي. الضيفه تاعي هذه جارتي قديمه وما كنت نسكن بكري كاع، في عمرها 92 عام، هي قورية، وجبتها هكا باش شوية تبدل الجو. كما راكم عارفين عايشين وحدهم مساكين ويقنطوا هكا، وعجبتها في الحق. فوتت عشية معنا مليحة، عجبها الحال وكاع. بالنسبة للجو دورانج قد سبق لي وشاركت معكم الفيديو، نترك لكم الرابط في اسفل الفيديو. نتمنى ان الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم. ولا كانت عجبتكم ما تنساوش البنات تشجعوني بواحد اللايك. ما بقى لي غير نقول لكم سلام وتهلاو صباحكم.